في الحلقة الماضية شفنا كيف احترق البيت بسبب بابور الكاس، وبحلقة اليوم راح نبدأ بعرض تجربة صغيرة توضح تأثير انفجار البابور وخطره الكبير على الناس، وراح شوفكم الحل النهائي لهذا البابور وكيف حلينا المشكلة لهاي العيلة، وأيضا راح تشوفوا كيف حولنا هذا البيت من بيت محروق إلى قصر ريفي جميل. أهلا وسهلا فيكم في الجزء الثاني. حطوا لايك واشتركوا وخلينا نشوف شلون صار شكل البيت النهائي. أبغى جاهز؟ يلا قوموا. صباح الخير. اليوم رقم 15. بلشنا تظبيط الحديقة يا جماعة، لازم نعمل هين قاعدة حلوة، نزرع عشب يطلع عشب أخضر سبحان الله. الشباب قاعد يعبون غادي السيارة ويقولون لنا تراب حتى نعبيها تراب. يلا قاعد نظبط زمن الكواريك ولا دحك شلون الحفر. تعرف شلون تشبب الموتور؟ يا عين. هسه بدنا نعمل هنا الحديقة، بدنا نعمل حديقة صغيرة هنا قاعدة، وبعدين نزرع هاي كلياتها خضروات شتوية، يعني موز، دراك، تفاح. هاي شنو هاي؟ شبيك؟ اي موز، تفاح، فجل، جزر، يا رجال هوب. يلا قولوا الله اخوتي قولوا. خالو الله لا خلصش منه. هذا ورلتش البيت، اقسم بالله العظيم لا خلصش منه. إليش عندي بابور لا نار ولا شيء شغال، انت مو تطبخين وبدون مضره، هذا بدي اكسره. لسه دحق واقفه عند البابور، غالي عليه يا زلمه. صار لها واقفه معانا من اول ما بلش الشغل، والله تشتغل مثل ما احنا نشتغل والله العظيم، بالحر والشغل اقسم بالله العظيم تشتغل، بس تريد بيتها خلاص. درجة حرارة 47. ليش؟ اقسم بالله عليه والله الدول الأوروبية يهور بيها ورق برتقالي مدري محروق، جاء أبيض معنا والله صار أحمر خطية. ايه وصل المي. بدنا نحط بقلب الجورة مي مشان نحط الوردة تطلع شتلة. وصل الحداد، هو حداد متنقل بمنطقة، خبرناه واجانا على موقع التصوير لحتى يبلش بتركيب ألواح الطاقة اللي راح تخلصنا نهائيا من موضوع الغاز ان شاء الله. راح نركبها ان شاء الله. اول شغله بعيده عن الاطفال تماما، الكسر. ثاني شغله تستفيد منها في الخطوة الأولى ايش راح تسوي هلا؟ راح نجيب الحديد. راح ينطلق يجيب الحديد، وحاليا خليني افرجيكم ايش سوى مهندس زراعي. عملنا هاي الدتشه، هاي فصلناها كل اليوم، نقلنا التراب وظبطناها كلها وزرعناها وصارت دتشه حلوه. بكره هذا راح يصير كله عشب اخضر ان شاء الله. هنا هاي المساحه كلياتها زرعناها، عملناها خضره، بقدونس، رشاد، فجل، هيك شغلات يعني. حاليا جاي ندهن بالابواب. صح وقت حتى تنتج حلقه واحده، صح فريق كبير، صح تكاليف بتكلفك اكثر من اعداد اي حلقه ثانيه، مع انه احنا لسه ما عندنا اي دعم ابدا. يا اخي في متعه، يا اخي في قيمه، وعد. كل ما نكبر لنكبر اكثر، وكل ما نصير راح نسوي اكثر، والمستقبل راح اصدمكم بالشغلات اللي راح نعملها باذن الله. تابعوا. انا من الصبح اشتغل، فكرة السوالف مو شغل، من الصبح اسولف انا. ما قدرت هلا اروح يا اخي فوق ما احنا ما والله يقدر. كفو عم يا ابو محمد ذيب اهو ذيب نمعر. راح ندهن الابواب حاليا، اخترنا اللون الابيض، حطينا الدهان، نحط تنر بس ليش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اقسم بالله اذا ما تشتغل بيدك ما بحدا يبرد قلبك، لا والله. حداد وطاقه وغير. ايه انت اشكالك بسوالف، انت مهندس زراعه، اشكالك بالحداد. شغلتك هاي شيء؟ شغلتك؟ قول لي اذا انا شغلتك قول لي يا اخي انا اسف. مش منين هذا مقرز لما يا اخي. اسف يا قلبي مثل شجرة الزيتون. يا ويل يا ويلي يا يما شما نلبس ابيض ما طولهم غياب وهو في وين. يا ويلي النوف
يا يما ما نلبس ابيض يا ويل ويل. يا اخي مش تغني وانا اشتغل يا اخي، انا بري بشول وروش ما ابي. غني بس لا تروح على المواويل. طيب عشان أنا المهندس الزراعي إسماعيل عز الدين إسكان، مدير شركة زوزان الزراعية. طبعا يا شباب مثل ما شفتوا انتهينا اليوم من القسم الأول من الحديقة يلي هو القاعدة أو المجلس. زرعنا فيه عشب الكازون مع شجرات عفص، حواليها كم شجرة إكليل جبل مع شوية ورود زينة. وانتقلنا بعدها مثل ما قلنا لكم رح نسوي حديقة اكتفاء ذاتي أو بستان اكتفاء ذاتي صغير يكفي هالعيلة. سوينا 6-7 ألواح لزراعة الخضرة الشتوية، أصناف متعددة مثل البقدونس، مثل الرشاد، مثل الجرجير، مثل السبانغ، السلق، غيره، يعني عدة أصناف من الخضروات. والحمد لله رب العالمين خلصنا أمورنا اليوم، وإن شاء الله الله يوفقهم ويحفظهم، وممنونين للأستاذ ناصيف على هالمبادرة الحلوة. كشركة زوزان الزراعية هدفنا الأساسي والرئيسي، رسالتنا بما معناه أنه ترجع الجزيرة سلة سوريا الغذائية، من خضار من شجر، كل بيت لازم يزرع له فيه كم شجرة، اكتفاء ذاتي. احنا اليوم جينا على معرض الأومري. بالمناسبة احنا بنحتاج فرش وسجاد، نجي على معرض الأومري. جماعة معاملتهم طيبة وأسعارهم مناسبة. جبنا الخالة وجينا حتى تختار سجاد للبيت. طبعا احنا خلصنا من شراء البرادي والسجاد وطلعت فاتورتنا 3,200,000، واستفدنا من العروض والتنزيلات والحسم اللي مسوينها معرض الأومري. طبعا وصارت الفاتورة النهائية بعد الحسم اللي هي 2,480,000، وعن طريق العروض والتنزيلات وفرنا 720,000. معلم هذلنا 2,480,000 الحساب كامل. شكرا. تفضل هاي لكم. يا الله يا رب يا كريم. تولوا يا الله، اقسم بالله تولوا يا واحد. لا انا جفلت، صارنا شهر كامل عم نشتغل بهذا البيت. تخيل انا تقريبا غبت اخر 10 يا اخي ليش؟ لو طول بالك، لو خلينا نسولف العالم، اخر 10 ايام ما جيت. لما جيت شيء رهيب له. هسه راح افرجيكم شلون صار، شلون كان، شلون صار. والله العظيم فرحه كبيره. سحب 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 سحب. هذا العرض اسحب من الطول، هذا الطول اسحب من العرض. لا بالعكس، يعني انت البواري البواري قاعد يقول لك. طلعت عليك موضوع البواري. مثل ما وعدتكم انه راح نحل مشكله الببور لهاي العائله للابد، لهيك ركبنا هاي المنظومه. تواصلت مع شركه اسمها نيو انرجي، فقالوا لي عندنا بطاريات اسمها رايزنج. هاي البطاريه ممكن تشغل لك ليزريه لساعات طويله. فانا استغربت انه انا عندي طاقه بالبيت بس ما بتشغل ليزريه، اذا بشغل عليها ششوار بينزل القاطع ببلش بيزمر الجهاز. بس بعدين بعثوا لي الطاقه وقالوا لي هاي مجانا، بعثوا لي 3 ألواح طاقه وهي المنظومه كامله. فانا اليوم قررت اجربها واعرفكم عليها. هذا الجهاز اللي هو الانفنتر اللي يعطي الكهرباء اللي يجي من الواح طاقه عليه، وهاي البطاريه اسمها رايزنج. اول شيء هاي الشاشه لمس، وفيها هذا العداد المثل تبع السياره شايفينه. هاي ببين لك ايش قد شحن البطاريه. رح نعمل عليها شاي، رح نطبخ عليها، ونشغل عليها البيت مع الغساله مع البراد، ونشغل كل شيء بتوفر عندنا. اول شيء هسه سحبنا. تعال 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 تفرجيني السحب ايش قد السحب. عليك طفينا اللمبات 1، شغلنا اللمبات 2. شغل اللمبات الغرفه هاي
صار 3. خلينا عاد شغل الليزريه. تعالوا افرجيكم شلون راح نطبخ عليها. هاي الليزريه، هاي قورة شاي، تمام. راح نوصلها على الكهرباء. هلا انتم من عندكم راح يبين العداد بالكاميرا الثانيه. راح اوصل الليزريه. شغلنا ايه اشتغلت. قد الحراره 2200. ايش قد صار السحب؟ مثل ما شايفين بالكاميرا الثانيه السحب امامكم. هلا شو راح اسوي؟ راح اوصل البراد وراح اوصل الغساله كمان. شغل الغساله على اقوى عيار اللي هي عيار 5، بحطها هون على اقوى عيار. تعالوا حتى نشوف ايش قد صار السحب. بين ال8 وال9 عم يتراوح لحد الان 99. بطاريه رايزنج خارقه. في منها قياس 12، في منها قياس 24، في 48. اذا جبنا لنا 10 48 شغل الحسكه. نشغل الحاره حارتنا ناخذ عليهم اشتراك. والله العظيم. والطاقه الشمسيه بتشغل الليزريه، يعني بتسحب 6 امبير لمده ساعه ونص تقريبا. واذا كانت موصله الكهرباء بتسحب 6 امبير يمكن ل6 ساعات او اكثر. راح اترك لكم رقمهم امامكم. اذا حدا حب هاي المنظومه انه يجيب بطاريه ليثيوم يقدر يتواصل مع الشركه مباشره. رايح اشغل الغطاس. خلينا نشوف ايش قد السحب. اشتغل غطاس 12 امبير، 11.5 امبير ساحبه. حاليا مشغلين عليها غطاس وبراد وليزريه وغساله. جاهزه نطبخ؟ جهزتي الطبخه؟ امشي تعال نطبخ. ما عاد بي بابور. خاله بين ما تجهز الطبخ تحطه على الليزريه خليني افرجيكم شلون كان البيت وشلون صار لي. طبعا ابى اقول لكم شغله، انه لولا الله وانتم احنا ما قدرنا نعمل هذا الشيء. اول شيء راح نبدا من هاي الحديقه. هاي الحديقه اللي قدرنا نزرعها بقليات وخضروات شتويه. بتخيلوا شلون كان شكل البيت بالفتره الماضيه، بس تخيلوا كيف لما شفنا واجهته باللقطه الاولى هيك كان. اما هلا هيك صار فعلا قصر ريفي. صار الوقت نشوفه من الداخل. هاي شكل الغرفه الاولى اللي هي الربعه. الحمد لله هيك رسمناها، عملنا فيها تفاصيل حلوه. شوفتم البيت؟ حلو، عجبكم؟ إذا عجبكم حطوا لايك. شلون الوضع؟ بالجرية ما في منها. ما في حدا عنده منها بالجري، والله أنا ما عندي منها يا خالة. والله العظيم. المهم انها نظيفة بالتالي. والله نظافة. اي والله، إذا تريد تعملين شاي تكاسل. هلا احنا هيك عم نستعمل البطارية بشكل مباشر. خلينا نخلص لبين ما نخلص الطبخ. هلا نشوف ايش قد راح تصير بدون ألواح. 7 أمبير ونشوف كم دقيقة راح يجري ساعة. ساعة 2. تمام؟ خلينا نشوف لبين ما تستوي الطبخه ايش قد راح يتحمل هذا الجهاز على سحب 7 امبير. طبعا اكثر من ورشه اشتغلت بالبيت. ورشه جص الاولى اشتغلت، بعدين وحده كملت. بس انه شلون بدي اوصل لك فكره انه هاي مركبي لك اياها بالعكس، انه هذا الوجه. لا خاله هي تنفرش على الوجهين خاله. ان شاء الله هذا الوجه الاساسي. مركبين بالعكس. سامحينا خاله والله من السرعه والعجله، والله الله يسامحك. سامحين. تريدين اقوم اجلبها؟ والله اجلبها خاله. إيه قوم اجلبها. طبعا تجلبها. قد صارت 92 بكم دقيقه؟ اعطيني. 5 دقائق و50 ثانيه. سحب 7 امبير، راح منها 96 ل 92 4%. وين ما تروح تلاقي لك خوتين متوازنين. اي وحاطين ورشه الاكل بالمقطع الاول، بالجزء الاول من هذا الفيديو ذكرتوها ورشه الاكل. والله فخمه. شغله سيدي والله العظيم فخمه. انا ناس ايش ناكل؟ امشي. صار الاكل؟ ايه امشي. هاي الخبريه اللي تفرح. اي ابو ذبحتني انت بس تحك ببطنك كلها النار. ايش في حمودي؟ وين رايح؟ على الاكل. اقبض. خذ العربها. وين اللحم؟ اشكال اخوي اللحم. دور لحم. يا طير طيري يا حمام يا خيو على العبود. وش تاكل؟ لا يروح. انا جاي اصب لك مي. تعال نجيب جرجير يا جماعه. حلو، واحد ياخذ من ارضه. هذا الجرجير، هذا رشاد. هاي جرجير ورشاد. هسه ناخذ نغسله. شوف الجرجيرات بكره بس يكبر لسه صغير. الحمد لله بفضل الله وصلنا لنهايه حلقتنا. هذا اللي قدرنا نسويه. هسه راح ناكل ونغادر. الله يعطيكم العافيه. الله يعطيكم العافيه يا شباب. يا شباب الله يعطيكم العافيه. قبل ما ناكل لقمتنا الاخيره. لهون اصدقائي وصلنا لنهايه حلقتنا. شكرا لكم والحمد لله الله قدرنا انه وصلنا لهي المرحله.
خلاص يا شباب الناس طولوا بالكم تعال نختم الفيديو. لون اصدقائي وصلنا لنهايه يا اخي لا تاكل لا تاكل يا اخي لا تاكل استنى. واخيرا وصلنا لنهايه حلقتنا وبدا موعد الافتراس. طفى الكاميرا كالعاده. ايوه اضغط على اللايك اشترك حبيبي يلا روح. خليه ياكل يا اخي.